بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق ب30/6 المعارضون للرئيس في هذا اليوم سوف يفتحون خياراتهم لحشد أكبر عدد ممكن من الناس، ظنا أن قوة الحشد سوف تساعد في إسقاط الرئيس، وسوف أيضا يلجؤون إلى خيار الاحتكاك بالمؤيدين للرئيس لإحداث عنف رغبة منهم لنزول الجيش أو لتدخل الجيش. أقول للمعارضين للرئيس أن نزول الجيش خطأ كبير سوف يعيد مصر قرن إلى الوراء، وأن الجيش لا يرغب في النزول إلى الشارع، وأن الجيش أصلا سيحمي الشرعية أيا كانت هذه الشرعية، شرعية إسلامية أو شرعية غير إسلامية. أما الإسلاميين أم المؤيدين للرئيس في 30/6 سوف يدافعون عن الشرعية ويدافعون عن الديمقراطية، ويسود في اتجاهين داخل المؤيدين للرئيس في 30/6. اتجاه يدعو إلى الالتزام بالحكمة وإلى عدم التورط في أي أعمال عنف تبدأ من جانب المؤيدين للرئيس، واتجاه آخر يرى أن إذا المعارضين للرئيس بدأوا بالعنف فمن حق المؤيدين للرئيس أن يردوا عليهم. فالدفاع عن النفس في هذه الحالة مشروع، لأن المؤيدين للرئيس يعتبرون أن دفاعهم عن الرئيس هو دفاع عن الشرعية وعن صندوق الانتخاب، وأنه لا يجوز مثلا إذا جاء رئيس غير الرئيس مرسي أنه يقوم الإسلاميين بالاعتراض عليه وإسقاطه بالحشد أو بأعمال العنف. وبالتالي فإن الحفاظ على شرعية الرئيس أو على شرعية الحكم في مصر هو مطلب مهم لدى الإسلاميين. البعض يرى أن هذا الحفاظ على الشرعية يمكن أن يأتي بالحكمة، والبعض الآخر يرى أن الحفاظ على الشرعية تأتي بالقوة، والقوة عنده ليس اعتداء ولكنها دفاع عن النفس، لأنهم متأكدون أن المعارضين للرئيس سوف يحتكون بهم أو سوف يبدأون بالعنف. في هذه الحالة سوف يكون الدفاع عن النفس أمرا مشروعا.